عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يفضل عند القراء أن تقرأ هذه الآية بالوقف الخفيف، السكت أحرى وأدق على سمعهم، وهذا قول الله سبحانه وتعالى فيه ذم وعياب، أي تعييب على من ادعى أنه ممنوع من الصالحات في الأعمال ومن الخيريات في الأداء، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبنا وجعل على أبصارنا غشاوة فلا نرى من هم بحاجة إلينا في عمل الخيرات. والختم والكتم أخوان لاستيثاق الشيء بضرب الخاتم عليه كتما وتغطية لئلا يتوصل إليه أو يطلع عليه. فالله سبحانه وتعالى أبعدهم عن كل الخير، لما أنهم قالوا لو شاء الله لهدانا إلى فعل الخيرات وإلى فعل الصالحات ولكنا من أهل الصلاح. فتأتي الإجابة على قولهم حين قالوا وقالوا قلوبنا غلف، أي أنه من أمر الله، فتأتي الإجابة بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال تعالى فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه. وهذا محال، بينما أن الله سبحانه وتعالى جعل من أقداره أقدارا محكومة وأقدارا محتومة، وهذا من سنن الله. فالشيطان في الحقيقة هو الذي ختم وصدق على هذه القلوب وعده، إلا أن الله سبحانه وتعالى في سننه في خلقه من أعرض فإن له معيشة ضنكا. فلما كان هو الذي أقدر الشيطان بقدره المحكوم أنه من أعرض عن الحق فإنك وليه، فأسند إليه الختم، أي الله تعالى، كما يسند الفعل إلى السبب، أي أن الله لما جعل الأفعال أسباب كان الشيطان من ضمن الأسباب. فإنهم لما أعرضوا عن التدبر ولم يصغوا إلى ذكر الله وإلى الذكر الحكيم، وكان ذلك عند إيراد الله تعالى عليهم بالدلائل، أضيف ما فعلوا إلى الله. أيها الأخوة، الله سبحانه وتعالى قال فزادتهم رجسا إلى رجسهم في براء، رجسا إلى رجسهم، هم الذين بدأوا بالرجس فأعرضوا عن الله وعن ذكر الله وعن أوامر الله تنفيذا وعن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فزادتهم رجسا إلى رجسهم فختم الله على قلوبهم وجعل قلوبهم في أكنة بعد غلفها فانتهت وابتعدت. ذلك هو كان في الحقيقة قرارهم هم أنهم يطيعوا الشيطان، وأن الله سبحانه وتعالى قد فصل ذلك في آيات كثيرات.